سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ما شاء الله النهاردة كده هنصور معاكم الفراخ البلدي وكمان معاهم البط، وهنعمل بقى خلطة موفرة لتسمين البط والفراخ، وكمان يعني يعتبر الخلطة كده ببلاش، مش هتكلفك أي حاجة من البيت، هتخليهم يكروا معاكي بيض. وهنشوف برضو من خلال الفيديو كمية البيض اللي انا بجمعها من الفراخ، ده من طريقة الاكل بتاعهم، الطريقة اللي انا باكل بيها الفراخ بتاعتي، واللي هتغنيك عن الادوية وعن الفيتامينات وعن اي ادوية تجيبها للفراخ لو مش بتبيض عندك. لو عملت كده مش هتحتاج الكلام ده كله. بس يا ريت كده قبل ما نكمل الفيديو بتاعنا، يا ريت نعمل لايك للفيديو لو عجبكم الفيديو، وتشتركوا كده في القناة بتاعتي وتشجعونا باللايكات علشان الفيديو يوصل لكل الناس اللي حابة ان هي تربي طيور، وتتابعوا معايا الفيديو للآخر علشان تشوفوا كمية البيض اللي انا بجمعها من الفراخ بالطريقة اللي انا بأكلهم بيها. طبعا ما شاء الله شايفين الفراخ عايزة تاكل بأي طريقة، دي لسه في أول اليوم، فأنا دايما بحب إن أنا أي حاجة أعملها للطيور بتاعتي تكون في أول النهار علشان ياكلوا منها ويستفادوا كده إيه من الخلطة. طبعا ده الشعير، ببتدي كده إن أنا أبتدي ليهم بالشعير علشان ده هو اللي بيزود إنتاج البيض جدا جدا، بيخلي الفراخ بتاعتك كده تلاقاها إيه بيعمل زيادة كده في إنتاج البيض، وكمان ما بيعملش دهون ولا أي حاجة. طبعا المكونات أنا جايباها في الكيسة معايا كده علشان ابتدي بقى إن أنا إيه أحط للفراخ. أهم حاجة إنك انت تغسلي كل حاجة هتحطها للفراخ علشان تكون نظيفة كده وتأكلي منها الفراخ. ده إيه ده قشور الموز، طبعا أنا بغسلها قبل ما أقدمها للطيور، أي خضار أي قشور فاكهة أي حاجة بنضفها قبل ما أكل منها الطيور. وده أول حاجة ابتديت بالشعير كده وبالكيسة اللي أنا جايباها معايا ده. طبعا شايفين قشور الموز طبعا لما بتتركن شوية بتلاقيها كده ابتدت ان هي تسود كده علشان فيها نسبة حديد عالية جدا جدا. ده كانت حباية بطاطس كده مسلوقة، ابتديت ان انا ايه شايفين الفراخ مش صابرة ومش مستغربين يعني بياكلوها. طبعا ببتدي كده ان انا ايه افركها مع الشعير وهحط عليها بقية الحاجات اللي في الكيس دي. ده طبعا لو عملت كده ولا هتحتاجي لا ادوية ولا دي كل الحاجات دي كلها فيها فيتامينات وفيها املاح وفيها معادن، فيها كل حاجة الطيور بتكون محتاجة. ده الجرجير اللي هو الجرجير الاخضر، ببتدي برضو ان انا اقطعه كده. وده اللي هو الاسود ده قشور الموز، انا خرطتها كده قبل ما اطلعها. والقشور اللي هي التانية دي لسه هقطعها لهم. طبعا ده كله مغسول علشان كل حاجة تكون نظيفة، لان الفراخ دايما بتكون غير البط. وده طبعا حزمتين كده من الجرجير برضو ببتدي كده ان انا اقطعها. يبقى دي خلطة من ما فيش، خلطة ببلاش كده هتعملها للطيور وهيستفادوا منها. طبعا لو عندك بقى شوية عيش متقطعة عيش ناشف هتحطهم معاه، عندك شوية اللي هو الدش اللي هو الوسط هتحطيه برضو معاهم، عندك شوية علف بياض تقدر انك انت تحطيها. لكن هي دي الوجبة اللي انا ايه هبتدي ان انا احطها كده ايه للفراخ، بخلصها كده وانا واقفة قدامهم. طبعا ما شاء الله شايفين. طبعا ابتديت كده بقى ان انا كملت الخلطة اللي هي الطبق التاني، حطيت لهم الطبق اللي انا قطعته الاول، وده التاني بقطع كده قشور الموز علشان يعرفوا ان هما بقى ايه ياكلوها ومش يبهدلها ايه على الارضية. تقطيعة صغيرة قطعها صغير خالص مع شوية بقى بواقي العيش اللي هو بيكون بايت برضو قطعته كده. وكمان حزمة الجرجير الأخضر، عندك القشور البطاطس كده تقدري انك انت تسويها ربع تسوية برضو وتحطها لهم. فما شاء الله يعني بتجيب معاكي نتيجة حلوة جدا جدا ما شاء الله. طبعا دي معلقة من معلقة قرفة ناعمة خالص، ببتدي ان انا ايه
القرفة اللي هي الناعمة، وبرضو بقلبها علشان دي بتحمي عنقود البيض، وبتخلي برضو ايه الفراخ ما تعملش دهون. حلوة جدا جدا. وطبعا ايه الموز بكمله كده بقطعه صغير، علشان كل الفراخ تبتدي ان هي تاكل من كل حاجة انا ايه بحطها لهم كده ما شاء الله. انا بقسم كده بقى الاكل بتاعهم على كذا طبق، علشان كلهم ياكلوا، مفيش فرخة تاكل والباقي لا، لان الفراخ ما شاء الله يعني اعداد، فانا عايزة ايه يستفادوا من الحاجات اللي انا بعملها. طبعا دي حاجة بلاش خالص، بدل ما ترميها كده في الزبالة استفادي منها وحطها للطيور بتاعتك، تغسليها وتصفها من المية خالص، وتبتدي انك انت تقطعي بقى الحاجات دي كلها ما شاء الله، بتخليهم يبتدوا ان هم يبيضوا. شايفين ما شاء الله بسم الله ما شاء الله انتاج البيض بقى بيكون عامل ازاي. ده من طريقة التربية الصح والتغذية الصح. انا هنا ايه باخد البيض علشان الفراخ ما تكسروش. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. لو عملت كده الطيور بتاعتك هتلاقيها بتبيض معاكي، هتلاقي مفيش بيض برشد ولا في الفراخ بتقطع من البيض ولا اي حاجة خالص خالص. بسم الله ما شاء الله. طبعا ما شاء الله هو ده الانتاج البيض اليومي من تحت الفراخ لما بتكوني مؤسسة كده صح. وطبعا ده المكان التاني اللي هم برضو بيضين فيه. شايفين ما شاء الله هو ده الخير. طبعا اسعار البيض بقت غالية جدا جدا، فعلشان تاخدي الانتاج ده غذي الفراخ بتاعتك صح واكليها صح، وهتكلفي عليهم هتلاقي فيه انتاج زي كده. هتهملي مش هتلاقي الفراخ هتلاقيها قطعة بيضة، هتلاقيها بيض البيض بتاعها بروج، القشرة بتاعته يعني بتكون ضعيفة، والفراخ بتبيضها قبل ما تكتمل. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. الناس بقى اللي هي بتسألني نوع الفراخ دي، الفراخ دي اللي هي البلدي المشعر، لو عايزة تربي فراخ للبيض تكر معاكي بيض النوع ده حلو جدا. وكمان النوع التاني اللي هو الفراخ البلدي الحر برضو نفس الطريقة بتديك انتاج عالي جدا جدا من البيض. تقدري انك انت تاخدي الكافي لبيتك وتبيعي الباقي وتصرفي بقى على بقية الفراخ اللي باقية. فما شاء الله هما ابتدوا بقى ان هما ياكلوا الخلطة اللي انا عاملاها. باكل الفراخ دي طبعا مرتين في اليوم علشان كده وطريقة تغذية صح، عشان كده بينتجوا معايا انتاج البيض ده كله. يا ريت كده نعمل لايك للفيديو واشتراك بالقناة، واستنوني كده في فيديو جديد. حبيت ان انا اشكركم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.